سجن اتحول لمسجد، وأب قتل ابنه، وسلطان سجين. أهلا بكم في جامع المؤيد شيخ اللي سرق باب الجامع من مدرسة وجامع السلطان حسن. المؤيد شيخ كان مملوكي جركسي، واشتراه من الشام الخواجة محمود شاه البزدي. وقتها مؤيد شيخ كان عنده 12 سنة، وبعدين باعه للظاهر برقوق سلطان مصر. ولما اشترى الظاهر برقوق أصبح من أهم رجاله، لأن كان معروف عنه الذكاء. سلطان برقوق الناس وقعت بينه وبين المؤيد شيخ لدرجة إنه سجنه في خزانة شمائل، وهو في السجن كان نادر إنه أول ما يخرج هيخلي السجن ده جامع كبير. وأول ما خرج وبقى سلطان على مصر فعلا بنى الجامع الكبير مكان السجن، ولكنه سرق باب الجامع من مدرسة وجامع السلطان حسن مقابل 500 دينار، ولكنه أوقف بلد بأكملها جنب مدينة أها علشان يكون الخراج الخارج من الوقف ده رايح لجامع ومدرسة السلطان حسن كتكفير لذنب إن هو سرق الباب من مدرسة وجامع السلطان حسن. طلب من الرخامين إنهم يروحوا يجيبوا الرخام من كل بيت عنوة وعلشان يبنوا المسجد هنا، وفعلا جابوا الرخامين اللي هم بتوع الرخام يعني، وبنوا المسجد هنا بالاساس اللي انتوا شايفينه ده. طب امال ايه قصة الاب اللي قتل ابنه؟ دي بقى اللي هنعرفها المرة الجاية.